لو بتحتاري كل مرة تحطي بهارات على أكلك هنعمله النهاردة تشكيلة لكل الوصفات ولكل الأكلات. السلام عليكم. أول حاجة في مجموعة تبقى حصى وفي مجموعة تبقى ناعمة. المجموعة الحصى اللي هي الفلفل الأسود واللوري وزر الورد والزعتر والقرفة والحبهان وروزماري والسُمّاق والكمون والكزبرة، والسُمّاق ده برضه مهم، والقرنفل. كده إحنا حطينا كمان معاهم القرنفل، لأ القرنفل برضه بيدّي ريحة وطعم جميل. خلاص كده حطيناهم، هنحطهم على النار يدفوا، هنقلّبهم بإيدينا لحد ما نحس إن الرطوبة يعني إيه بدأ يدفوا والرطوبة اللي فيهم طلعت، هنسيبهم يبردوا وبعد كده نبتدي نطحنهم. الحاجات دي إحنا بنطحنها لإن هي بتبقى أي مطحنة هتستحملهم، إنما في حاجات تانية المطحنة مش ممكن تستحملها اللي هي زي جوزة الطيب، زي الخُرنجان، زي الزنجبيل، زي الكوبيبة الصيني. في حاجات ياما ما ينفعش تتطحن عندنا في البيت لأن هي بتبقى صعبة. هنجيب كده منخل ونبتدي ننخل الحاجات دي، أنا باحب أنخلها عشان تنزل معايا ناعمة، لأن اللي لسه ما اتطحنش بنرجع تاني ونطحنه تاني لحد ما نطحن الكمية اللي إحنا جهزناها. بعد ما بنجهزها بنبتدي نجيب بقى الحاجات اللي إحنا جبناها ناعمة ونبتدي نحطها عليهم. خلاص كده عملناهم وبقى نخلّاهم، نجيب بعد كده الحاجات اللي هي ده أنا جِبت جوزة الطيب يعني جايباها مطحونة عشان بتبقى صعبة. الخلنجان ده مهم جدًا وله يعني بيبقى له ريحة جميلة جدًا وبيستعمل في أكلات ياما. لو سألتِ العطّار عليه هيقول لِك عليه. هنحط برضه شطة، هنحط بابريكا، هنحط الجنزبيل الناعم، نحط الكوبيبة الصيني والبصل البودر والتوم باودر. كده الحاجات بتاعتنا كده كلّها كاملة، هنقلّبهم كويس جدًا ونبتدي نحطّهم في العلبة. كده بتشكيلة البهارات دي مش هتقدري تستغني عنها أبدًا، في أي تتبيلة، في أي أكلة، في أي حاجة بتعمليها هتخش معاكِ ما شاء الله. هتعملي فيها تتبيلات لحمة، فراخ، فراخ مشوية، كفتة، أي أكل بتعمليه هتحطي منها ما شاء الله هتبقى في منتهى الجمال معاكِ. بجد الريحة مش معقولة أبدًا، ريحة جميلة جدًا، ريحة البهارات في منتهى الجمال. اعملوها وربنا يحسن من إيديكم. لو بتحتاري كل مرة تحطي بهارات على أكلك هنعمله النهاردة تشكيلة لكل الوصفات ولكل الأكلات. السلام عليكم. أول حاجة في مجموعة تبقى حصى وفي مجموعة تبقى ناعمة. المجموعة الحصى اللي هي الفلفل الأسود واللوري وزر الورد والزعتر والقرفة والحبهان وروزماري والسُمّاق والكمون والكزبرة، والسُمّاق ده برضه مهم، والقرنفل. كده إحنا حطينا كمان معاهم القرنفل، لأ القرنفل برضه بيدّي ريحة وطعم جميل. خلاص كده حطيناهم، هنحطهم على النار يدفوا، هنقلّبهم بإيدينا لحد ما نحس إن الرطوبة يعني إيه بدأ يدفوا والرطوبة اللي فيهم طلعت، هنسيبهم يبردوا وبعد كده نبتدي نطحنهم. الحاجات دي إحنا بنطحنها لإن هي بتبقى أي مطحنة هتستحملهم، إنما في حاجات تانية المطحنة مش ممكن تستحملها اللي هي زي جوزة الطيب، زي الخُرنجان، زي الزنجبيل، زي الكوبيبة الصيني. في حاجات ياما ما ينفعش تتطحن عندنا في البيت